4 حاجات ممنوع تعمليهم في رمضان. هو المفروض في غير رمضان كمان، بس في رمضان اكتر شويه. اول حاجه، لو انت مش محجبه اوعي تسمعي الكلام اللي بتقولك ايه ده، هو انت بتتحجبي في رمضان وفي غير رمضان لا. انا عندي قدسيه للشهر الكريم، انا مش محجبه وبلبس لبس مكشوف وبطلع بشعري، بس في رمضان انا هعمل احترام للشهر الكريم ده واغطي شعري عشان صيامي يتقبل وصلاتي تتقبل. مش معنى كده ان انا بحط نية ان انا اقلع الحجاب بعد رمضان علشان الشيطان ما يدخلكيش من الحتة دي، لا، انا بحاول اخد ثواب وبغطي نفسي. اي كلام في الحته دي واي شيطان يدخلك اقلعي، ما هو رب رمضان غير رب رمضان، ما انت كده كده هتقلعيه، ما اسمعيش، انت مش سامعه. ربنا يهديكي ان شاء الله، ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا وتلبسيه ان شاء الله فيما بعد، ما دام نيتك صافيه وطيبه وما تسمعيش كلام حد. تاني حاجه، اكيد حكم التعطر في رمضان زي غير رمضان، بس زي ما قلت لكم حته العباده في رمضان ليها اجر مختلف، وترك المعصيه ليها برضو اكيد اجر مختلف. انا مش هتكلم دلوقتي اجر قد ايه والكلام ده، لا، بس في بدائيات كده بنتكلم فيها. يعني وانت خارجه الصبح بلاش البرفيوم اللي بتترش، ادخلي خدي شاور وحطي المزيل بتاعك عادي لو ما فيهوش ريحه، مش لازم البرفيوم والكلام ده عشان صيامك ما يروحش عليكي. والله اعلم هو هيروح ولا لا، انا ما اعرفش الحكم الشرعي، لكن دي من الحاجات اللي بتبقى بارزه جدا في موضوع الصيام، يعني كلنا بنتاذي منها. تالت حاجه، الميك اب وانت خارجه، ايه اللي يخليكي انت بني ادمه صايمه منع جوارحك عن الاكل والشرب، خارجه جعانه من البيت تقعدي تحطي ايلاينر وبلاشر وقلم حواجب وروج لا. وفي ناس بتبقى الحته دي بصراحه عندها يعني ايه حزم شويه، لان ممكن احط الايلاينر والاي شادو والبلاشر والفاونديشن والبرايمر كل الكلام ده، بس الروج لا علشان انا صايمه. هو انت ما بتاكليهوش، هي الفكره مش ان هو يدخل في معدتك، الفكره ان الشكل العام ده فيه فتنه، وده حرام ما ينفعش. رابع حاجه، مش احنا قلنا عشان انا بنسى، انتوا عارفين دايما في العد بنسى، احنا اتفقنا على البرفيوم واتفقنا على الحجاب واتفقنا على الميك اب. رابع حاجه اللبس. لو انت محجبه وانت عارفه ان انت لبسك مش حلو، يعني بتلبسي بناطيلك ضيقه ومش يعني انت مش ما ينفعش تصلي فيها، اللبس ما ينفعش تصلي فيه. ايه المشكله لما يجي شهر رمضان تبحبحي شويه في اللبس؟ مش هقول لك البسي عبايات، بس في دريسات. انا صايمه وتعبانه وعايزه اخد الاجر كامل، ايه المشكله لما ابحبح شويه في اللبس في شهر رمضان؟ لعل الله يقذف حب الستر في قلبي، وبعد رمضان احب اللبس ده. حطي نوايا، يعني او حتى لو ما حطيتيش نوايا، اياكي ثم اياكي ثم اياكي تسمعي اي كلام من كلام شياطين الانس ان هم يجوا يقولوا لك هو رب رمضان غير رمضان. ما تسمعيش كلام اي حد يقول لك كده، انت بتجتهدي وبتحاولي. كلنا شفتي انا لابسه ايه، اسود في اسود، انا بحاول، يمكن اكتر مش اكتر منك عشان انا احسن، لا، يمكن انا عندي ذنوب انت ما تعرفيهاش، يمكن انت صالحه في حته وانا طالحه فيها انت ما تعرفيش. ودايما هو اللبس مش مقياس على اللي جواكي، ولكن احنا عندنا صوره ربنا امرنا عليها او امرنا ان احنا نكون عليها علشان ناخد على الاقل الثواب. فدام انت تعبانه وبتصومي وبتعطشي وبتجوعي، حاولي ان انت تلتمسي كل طريق يقربك من ربنا، وما تسمعيش اي كلام من اي حد عايز يثبت عزيمتك وعايز يوقعك في فتنك ويوقعك في ذنوبك اللي انت بتحاولي وتجاهدي فيها. كل سنه وانت طيبه.